لو نفسك في سماعة هيدفون تشتغل معاك صوت ومكالمات بجودة عالية وارخص سعر، وابطالنا بتاع الجيمنج هيتبسطوا بيها جدا. كمل الفيديو للاخر. بقالنا كتير ما اتكلمناش ولا عملنا فيديوهات وريفيوهات عن منتجات بستخدمها لبيتي. فاكرين من ساعة ريفيو السماعة اللي عملت لكم قبل كده وما عملتش ريفيوهات تانية؟ السماعة طلعت عمليا وزمنيا مش كويسة. تعالوا بقى النهاردة هنعمل ريفيو عن اورايمو بوم بوب 2، طبعا بخاصية ANC اللي هي العزل. هي معايا بقالها فترة وانا مستخدمها بقالي مثلا 3 أو 4 شهور. السعر دلوقتي عليه عرض جامد جدا، هسيب لكم اللينك بتاع العرض تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو عشان لو حد حابب يطلبها. من مميزات السماعة ديت اللي انت تقدر تشبكها بجهازين في وقت واحد، يعني لو حد موصلها على جهازه ما تقلقش، انت كمان لو موصلها على جهازك هو مش مشغل انت هتشغل براحتك من غير ما يرخم عليك ويقول لك اطلع وتقول له اطلع وما يرضاش يطلع. عارفين انتوا شغل المرضية والحاجات اللي انتوا بتشوفوها مش لطيفة مع اصحابنا وحبايبنا. السماعة طبعا دي كده هقفلها لكم اهي، بتتقفل كده بالشكل ده، سهل قوي ان انتوا تاخدوها في شنطتكم. انا باخدها معايا في الشنطة بتاعتي لانها جميلة، وكمان بتكبر شوية بتوسع اهوت او انتوا عايزينها زي ما انتوا شايفين كده. هو ده الشكل بتاعها من قريب اهو، بيبقى مكتوب عليه اورايمو، وطبعا كل سماعه بيبقى مكتوب ليفت وبيبقى مكتوب رايت وكل البيانات بتاعتها. ده طبعا الزرار بتاعتها، في زرار بيعلي وبيوطي وزرار بيعمل ستوب، اما ده بقى زرار الاون والاوف. وطبعا لو عايز تشغلها AUX هتشتغل معاك. ودوت مكان الشاحن، بيبقى فيه لمبه للشحن ولمبه تعرفك ان السماعه شغاله. بص اول ما ندوس على زرار اون اهو نور ازرق كده، يبقى انت خلاص كده اهو ازرق ثابت، يبقى كده خلاص اتشبكت بالبلوتوث. ومن ضمن الحاجات اللي خلتني اختار السماعه دي دونا عن السماعات التانية هو الجلد ده. شايفين دي جلد جميل قوي 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 ومريح على الودان، حتى في اللبس بتاعها جميله جدا وشيقه. انا بتكلم معاكم شايفين اهوت، انا ذات نفسي مستمع نفسي وانا بتكلم، لان العزل فيها قوي جدا 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 من غير ما اشغل حاجه، وانا مش سامع اصلا الاصوات اللي بره عامله ازاي. فهي جدا شكلها جميل وعمليه، وجوده الصوت بتاعها والنقاء ممتاز ممتاز ممتاز. ده غير بقى جودتها في المكالمات والكلام ده كله ممتازه قوي. يعني لما باجي اكلم بقى حد ما بيحسش ان انا لابس اصلا هيدفون ولا بكلمه من اي حاجه غير الموبايل، يعني بيحس ان انا بكلمه من الموبايل بشكل كامل، يعني ما بيشكش تماما ان انا لابس سماعه ولا يقول لي الصوت بعيد او اي حاجه من دي. فدي ميزه انا وانتم بندور عليها في السماعات. طبعا منتجات اورايمو بننزل لها ابلكيشن اسمه اورايمو ساوند، بنعمل لها اورايمو بوم بوب 2، نعمل لها كونكتد كده كونكتد اهيت. طبعا انا عندي اورايمو فري بودز بصراحه اللي اللايت دي جميله برده ممتازه. هنخش اهوت على الابلكيشن، وللعلم برده الصوت اللي انتوا سامعينه دلوقتي من مايك السماعه اهوت. هنخش على الديفايس بتاعنا، احنا البطاريه بتاعتنا 70%. عارفين البطاريه ديت انا ما شحنتهاش ولا مره من ساعه ما جبت السماعه، بقالها معايا 3 شهور او 4 شهور وما شحنتهاش ولا مره لحد دلوقتي. عايز بقى تلعب بقى ايه وتبقى في جو لوحدك وفي عالم لوحدك. بعد كده ندخل على الايكولايزر بتاعها، بنلاقي بقى ايه كل الايه الاصوات اللي انت بتحبها. بتحبه ستاندرد عادي، هيفي باس، روك، جاز، فوكال، كل حاجه. وممكن تعمل حاجه خاصه بيك انت لوحدك. لو انت بتحب الصوت كده مثلا، انت تبقى مشغل الميوزك، تبقى مثلا بتسمع وبتعمل الصوت بيشوف بقى الدرجه اللي انت بتحبها وبتعمل لها سيف، تتحفظ باللي انت عايزه. بجد يا جماعه انا بقول لكم رشحوا المنتج المصري. المنتج المصري والله والله كواليتي السماعه وحتى منتجات اورايمو التانية كلها ممتازة ممتازة وعملية وجميلة، والصوت بينافس منتجات تانية ممكن تكون مثلا اغلب السعر 10 اضعاف من اورايمو. الغرض من الفيديو مش اعلان لاورايمو، لان انا كده كده اصلا مفيش حاجة بيني وبينها ولا بعمل لها دعاية ولا اي حاجة. الفكرة كلها ان منتج عجبني فجيت اوريه لكم، بحيث مثلا لو حد حابب يشتري هيدفون او يشتري ايربودز ومحتاج ان هو يجيب حاجة كويسة او يكون ناس مجرباها، فانا برشح لكم دي. وقلت لكم هسيب لكم اللينك بتاع الشراء بتاعها في الديسكريبشن تحت اسفل الفيديو. هتستمتعوا بتجربة صوت وعزل ممتازة 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 مع اورايمو. انا في بدايتي لما دخلت اعمل ريفيو وعايز اشتري هيدفون، فكل ما اخش على فيديو الاقيه مثلا جايب 10 سماعات. طب انت كده بتلخبطني، يعني بتورينا حاجات كتيرة جدا وانا مش عارف انهي الحلوة فيهم وانهي الوحشة،
ومع ان الفلوس او المبلغ ما بين كل واحده الفروقات بسيطه قوي، بس مش بتقدر تحدد بالظبط انت عاوز ايه. ممكن هو مثلا يقول لك على دي كويسه وتيجي تجربها تلاقيها مش احسن تجربه. لكن الحمد لله انا جبت ديت بناء على ترشيحات وريفيوهات كتيره جدا شفتها فعلا ما خيبتش ظني. فانت لو بتفكر في هيدفون او حتى ايربودز مش هرشح لك غير اورايمو ارخص سعرا واعلى جوده. انتظروني في ريفيو جديد وشرح جديد لمنتج اكون مجربه بنفسي واقدر ادلكم عليه، واروح انا كبنت التعليق مع اخوي عصام الشوالي. سلام.